وهلا سوا بنرحب بضيفة البرايم السابع الممثلة المصرية القديرة هالة فاخر. يا اهلا وسهلا فيكي. مطرح ما بدك بتوقفي. ازيك يا سيرين؟ ازيك يا ديدي؟ اهلا اهلا يا روحي. ازيك يا حسوكه؟ اهلا بيك يا حبيبتي. حلوه يا قمر انت. والمصحف منورانا. ميرسي قوي. ايه ده؟ عسل يا ربي. طبعا عادي ايه يعني. ده؟ يا ترى حافظه ولا هتحرجينا؟ هحرجكوا طبعا. طيب في احراج من انت البداية. عايزاه. والله معروف. صح يا ديدي؟ نحن سعيدين جدا جدا بوجودك. حبيبه قلبي، وانا مبسوطه بيكي ان انا واقفه جنبك يا كارلا، لان أنا إلي الشرف. بجد والله يعني من المعجبين بيكي. خليكي. والموز ده عشان واتنيناتنا تحلقي عيوننا لهم ليكوا ولا إيه؟ عيوننا شو حلوين. المخرج فرجينا عيوننا شو حلوين. عيوننا زرق اتنيناتنا. شو عجبيك هيدا؟ والله عشان تحلقي للناس كلها. اللي مش عاجبني دغري. انت عارفه احنا في مصر نقول نحلق له يعني يعني نزحته. ايوه نزحته. هلا تعرفتي على المشتركين. وكنت لطيفة كتير معهم للمشتركين. ذكروكي هيك بالبدايات ببداياتك؟ لا مش ببداياتي، لان احنا ما ابتديناش كده. هم يعني حظهم احسن مننا شويه، لان بيلاقوا منظومه بتنظم لهم شغلهم، بتحطهم على الطريق الصحيح، بتمهد لهم شغلهم وتمثيلهم. بيقولوا لهم يلا مثلوا بقى. يعني مفروش بحرير. ذكرتك فريدة الصغيرة معنا مشتركة مصرية عمرها 8 سنين. ذكرتي بهالة الصغيرة لا يلي اختارها حسن الإمام بفيلم لن أبكي أبدا؟ لا ما كنتش كده خالص أبدا. ده أنا كيف كنت بريئة. والله العظيم كنت بريئة. أنا لحد دلوقتي بريئة. والله العظيم. فريدة دي خالتي. خالتي صح طبعا. أنا أول ما شفتها قلت أهلا يا خالتي. لا أصل هقول لك حاجة. هي خالتك ومرات ابويا. وهي ايه بالنسبة لك يا هنيدي؟ عمتي يا فندم. وسيرين حبيبة قلبي. الأطفال أيامينا ما كانوش بالجرأة دي، وبحيي طبعا عائلتها الكريمة إنها بتقدم لها وبتساعدها وبتقف جنبها بتدعمها، فده شيء جميل جدا. والدتها يعني. دايما معها هي وخيها الصغير كمان وجه لهم تحية أكيد. هلا أنا بعرف إنه عندك سرعة بالتفكير وبالإجابة. سيرين عبد النور، أي دور كوميدي بيلبق لها أكثر شيء لسيرين؟ هيك على السريع. دور كوميدي. سيرين ممثلة، ولما بتطلع لما طلعت في رمضان مبروك ابو العالمين حمودة. اصله اسمي لخبط بصراحه. كانت متلقي جيد للكوميديا بتاعه الاستاذ محمد هنيدي. نعم. ده في حد ذاته جهد. يعني لما انت تقفي قدام كوميديان زي الاستاذ محمد هنيدي بالتاكيد هتبقي واخده بالك من كل اللي انت بتقوليه، ورياكشنك بيبروز الافيه اللي هو بيقوله. فطبعا كانت علامه في الفيلم يعني الحقيقه. طبعا. أنا بدوري بدي أقول إنه هلا فاخر، أنت فخر لأن بوجودك بهالبلاتو. وأنا وعيد الصبح اليوم قلت يا الله في شيء منور زيادة ببيروت. هلا عرفت ليش. أهلا وسهلا فيك. ثانك يو. هنيدي، أي دور كوميدي بيلبق له أكثر شيء؟ بصي هنيدي ده حته مني، فما اقدرش اقيمه اقول لك انه دور احلى من التاني. يعني شهادتك مجروحة. شاطر قوي. يا روح يا روح. اسالونيش. واستاذ حسن، انا مش حته منك. انت كلي. خلاص. انت كلي يا كلي يا حلوه. لا استاذ حسن طبعا بياخد بايدين اي حد بيقف جنبه. يعني بيقول له يلا ها قول اطلع. بيدعم بيشجع. اصلا ملاحظ من التعليقات اللي بيقوم فيها للمشتركين. طبعا هو معاملته ليا شويه بتختلف، لكن تمام يعني. ما بتمدحها. ليش بتختلف المعامله يا استاذ حسن؟ انا بعشقها. والله. لا وبعدين معلش يا كارلا، انا عايزه اعيد على الاستاذ محمد هنيدي حاجه. نعم. مثلا في كوميديانات، وانا مش بقول الكلام ده مجامله لديدي، انا بحب اقول له يا ديدي.
حلو ديدي. مين ديدي دي؟ ده موضوع ديدي. هنقول لك عليه بعدين. ديدي. ديدي. وبعد العمر ده كله طلعت ديدي. لا 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 لا، ده من قبل، من سنين. ديدي زمان. ديدي. بصي يا كارلا، نعم. في كوميديانات عندنا بيبقوا نجوم وستارز وكل حاجه، بس بيبقى فيهم، انا بتكلم بصراحه لان انا إيه؟ ترماي نعم. مش عارفه، بيبقى فيهم حته انانيه، يعني انا اللي اعمل ما بده يبرز وانا اللي غيره. اضحك وانا انا بلاحظ على الاستاذ محمد هنيدي انه اللي عايز يقول يا جماعه اي افيه قول وانا اصلح لك، يعني لو عايز عدله، انت عارفه ساعات ايه، عايز حاجه من هنا ولا حاجه من هنا، استاذ محمد هنيدي بيعمل كده مع الصغيرين قبل الكبار، وهذا بينعكس ايجابا على الاعمال اصلا. جداً. شكرا لك وعمله هلا محترمه فاخر. وبيتفرجوا ربنا عليها يخليك. الاطفال اكيد كلهم. ونحن ما رح نشبع منك الليله، انا اكيده.